بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهاردة انا هعمل معاكم الملوخية الناشفة باسهل طريقة. الملوخية بصي بتقعد معاكي من السنة للاتنين. انا والله العظيم كنت عاملة ما شاء الله ما شاء الله السنة اللي فاتت كمية لحد النهاردة موجودة عندي. السنة انا اوريها لك عشان تعرفي النتيجة من قبل ما تعمليها. بصوا بقى يا حبايبي اهي، دي بقالها شوفوا من السنة للسنة وخلاص، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني الملوخية التانية خلاص اهي، الجديدة طلعت. شايفين ما شاء الله؟ استنى اجيبها لكم اصلا، اقربها لكم شوية من هنا اهو. شايفين؟ عشان بس ما تتكبش مني. شايفين خضرها؟ شايفين بسم الله ما شاء الله؟ دي ملوخية والله عاملاها ما شاء الله من الموسم اللي فات اهو. كنت حطيت شوية كتار، يعني كنت عاملة كتير صراحة بسم الله ما شاء الله في برطمانات، وبقيت احط بقى في اكياس كده. بتحطيها فين يا ام يوسف؟ بتحتفظي بيها فين؟ لو عندك كميه بحطها طبعا في اكياس كده، وبحطها في درج التلاجة، في باب التلاجة، في اي حته في التلاجة. بس بخلي شويه على قد استخدامي في التربو او المطبخ، اشتغل منها يعني كده واعمل منها الاكل. خلاص. فخلاص كده يا حبايبي، وريتكم من قبل ما نبدا في تنشيف الملوخيه. انا كنت جايباها في فيديو السوق، وكنت قايله لحضراتكم ان انا هعملها تفريز، بس للاسف انا كنت في اليوم ده تعبانه جدا ما قدرتش. فصراحه سبتها، فلقيت حسيتها ان هي دبلانه كده زي ما حضراتكم شايفين. فقلت خلاص بدل شكلها دبل بقى كده، انا مش هفرزها، انا هنشفها، وان شاء الله لما انزل تاني اجيب حبه حلوين وافرزهم من قدام حضراتكم لرمضان. خلاص. دي هتبقى لايه يا ام يوسف؟ دي طبعا للشتاء ورمضان 27. خلاص حبايبي، للشتاء والرمضان هنعمل كميه حلوه ومحترمه كده معانا، تكفي معانا طول رمضان وتكفي معانا طول الشتاء بامرك انت يا رب. انا بحبها جدا في الشتاء. يا سلام كده بقى لو تيجي اخر اليوم في يوم ساقعه كده وتطلعي لك كيس شوربه، وتيجي واخده شويه ملوخيه ناشفين كده حلوين كده عسل، وتعملي كده بالطشه كده. الله 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 على الجمال. تعمليها كده بريحه امهاتنا وطعم امهاتنا. يا رب يرحم امهاتنا يا رب. كل ام ماتت ربنا يرحمها، وكل ام عايشه ربنا يحفظها ويبارك فيها وفي عمرها يا رب. اللهم امين. قولوا امين يا رب العالمين. فبصوا بقى، انا هنا الكميه كلها غسلتها غسله حلوه وسبتها نشفت كويس، صفت يعني ميتها. وانا هعمل ايه؟ مش هعمل اي حاجه خالص. انا هعمل كده، هشيل كل ده كده من مكانه، وهجيب قماشه نظيفه حلوه كده من اللي انا بستخدمهم بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، بتاع المخبوزات والحاجات دي اهي. قماشه زي الفل اهي. شايفين الحاجات دي حبايبي؟ انا مخليها للمخبوزات، انشف عليها الملوخيه كده. فهتيجي بقى في ايه؟ لو انتي على حوض ايه بس مش مركزه انا هنا، حتى في بقايا ميه لسه نازله منها اهي. فالقماشه دي هتشرب الميه، وبعد ما تشرب الميه ما شاء الله يعني هتديكي بصوا هتتفرفط من بعضها وهتنشف. بس مهم جدا بقى حبايبي ما تنشفوهاش في الشمس عشان تطلع معاكم خضره زي ما وريتها لكم كده اهي. زي ما وريتها لك كده، زي تطلع معاكي خضره زي ما شفتيها في الملوخيه الناشفه. ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. هتحطي كده، هتحطيها بس هنا كده مؤقتا بس على المطبخ او على ملايه، على صينيه، بصي اي حاجه. هو انا مش عارفه انا مالي بس يعني عدوا انا متلجلجه مش فاهمه ليه النهارده، كاني اول مره اقف اصور يعني. ايه، سيبيها بس تنشف كده شويه. هي حتى غيرت شويه من الركنه، بس يلا مش هيجرى لها اي حاجه، هتبقى زي الفل ان شاء الله. هتحطيها كلها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها بس كده لمده مثلا ساعتين تتهوى هنا كده على الرخامه. بعد كده هشيلها كلها خالص من على الرخامه، وهحطها بقى في حته بعيد عن الرجلين والايدين والرايحه والجايه والكلام ده كله. هتسيبيها هنا ليه كده يا ام يوسف؟ انا هسيبها بس عشان لو فيها اي تنديه ميه تنزل منها. خلاص اهي، اي ميه فيها هتنزل منها على القماشه وهتشربها وتتهوى شويه. بعد كده هتحطيها فين؟ هتيجي قدام. استنى بس، منين الواحده الوحشه دي شكلها مش حلو اهي. ودي كمان انا قلت لكم ان انا كنت تعبانه فسبتها، فشوفوا عملت ايه اهو. عادي جدا عيني الحاجات اللي اسودت فيها دي كده ومش هيجرى لها اي حاجه. عشان كده انا مرضتش افرزها مع حضراتكم. فانا بقى هسيبها كده لمده مثلا ساعتين 3 على القماشه تشرب اي ميه فيها. وبعد كده ايه، هطلعها على صينيه تحت المروحه، واحنا قاعدين كده في وسط المروحه. حطيها كده بس ايه، تفرفطيها بعيد عن بعض، ما تخليهاش على بعض. فرفطيها وما تحطهاش خالص في الشمس. اهم حاجه ما تتعرضش للشمس. عرضتيها للشمس انتي بقى هتروح منك وهتضيع وتسود وبصي ومش هتبقى احسن حاجه. عشان تضمني خضرها وتبقى طعمها حلو
ونظافتها كمان، ما تحطهاش في الشمس، بعيد عن الاتربه وبعيد عن الشمس وبعيد عن الحشرات والكلام ده كله. خلاص حبايبي، استنوا بقى معايا المراحل بتاعتها، كل شويه هوريكم المرحله من المراحل بتاعتها اللي بتخش عليها يعني. بصوا بقى حبايبي، بعد ما خلاص بقى بسم الله ما شاء الله نشفت نشفه حلوه جدا، خلاص اتهوت خالص اهي شايفين. رحت جايباها طبعا على نص ملايه كده من عندي، ورحت فرطتها كده تفريطه حلوه شايفين اهي، عشان بقى ايه كلها تنشف حلو. وبعد ما خلاص بقى تنشف كويس جدا، هقف جنبها بالظبط 10 دقايق في الشمس بعد ما يعني تخرفش. بس انا عايزاها تخرفش، شايفين اهي، انا عايزاها تخرفش. بس بمجرد ما خرفشت خلاص هلمها واوريها لحضراتكم ان شاء الله. بصوا بقى حبايبي، خلاص هي خلاص بعد ما ايه بصوا هي سامعين، هي نشفت خالص اهي. الكلام ده انا منشفه، كل المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده انا نشفته تحت اهو، شايفين اهو. انا بس طلعت على السطح يا دوب بس تاخد الخرفشه، بس يا دوب انا لسه طالعه حالا. شايفينها طبعا الجو عامل ازاي، شوفي الخضار بتاعها بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، خضارها اللهم بارك، عشان دي منشفاها في الظل. خلاص شايفه بقى هي بس بتقعد بالظبط 3 دقايق كده و4 دقايق بالظبط في الشمس زي ما حضراتكم شايفينها كده، هتنشف معانا ونفركها وتبقى زي الفل كده ما شاء الله عليها. فكره النعناع نفس فكره الملوخيه، لو عايزه تعملي نعناع اعملي امشي بالظبط نفس الملوخيه بالظبط، هي والكزبره والبقدونس والشبت، كل الحاجات اللي الورقيه اللي عايزه تتنشف تقدري حضرتك تعمليها بنفس طريقه الملوخيه الناشفه بالظبط. هي بس هتاخد بس يا دوب لطشه شمس وبعد كده ننزل. بس انا مش هاخد بقى، انا خلاص انا هزور معاكم وهقفل واركن على جنب 5 دقايق بالظبط، واخدها وانزل على طول افركها واوريها لحضراتكم. بصوا بقى حبايبي، خلاص خدت الطصه الحلوه كده في الشمس وخرفشت، سامعين سامعين. انا طبعا ركنت في حته ظل لحد ما هي خدت 5 دقايق بالظبط ورحت نازله، مش اكتر من كده عشان ما تسودش، تخرفش بس كده. تعملي ايه بقى، هتمسكيها تيجي ماسكاها كده اهو، شايفين اهو، تيجي عاملاها كده اهو، هتفركيها فرك بايديكي كده، شايفين اهي بتتفرك بكل سهوله اهو، شايفه. وشوفي خضارها اصلا، انت شايفه خضارها عامل ازاي. كله ده بفعل ايه بقى يا حبايبي، علشان احنا حطيناها في الظل. انا نشفتها في الظل، اوعي تنشفي الملوخيه في الشمس هتسود منك، نشفتيها في الشمس هتاخدي نتيجه مش احسن حاجه، والطعم كمان مش حلو خالص، والشكل احنا العين طبعا بتاكل قبل البق، فانت لازم تعملي اللهم صل عليكي يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على سيدنا النبي، لازم تنشفيها في الظل. شايفه اهي هفركها كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وبعد كده ايه بقى، انا ومزاجي بقى عايزه اكرمها واشيلها على الطبيخ على طول، اهلا وسهلا. مش حابه ممكن بعد ما اعمل كده همسكها كلها واحطها في كيس وفي درج التلاجة على طول، هتقعد معاكي بدل السنه 2. عشان تبقوا عارفين انا بتطلع الملوخيه وبتبقى غاليه جدا، وانا ما كنتش بشيل ملوخيه، انا بعمل من اللي عندي. خلاص حبايبي، فايه الحاجات دي كلها دي توفير في البيت. الست الناصحه اللي عايزه تدبر وتوفر تعمل من الفسيخ شربات، هتمسكي كل حاجه تنفع تتفرز تتخزن اعملي كده. خلاص اهو نلم بس كله كده على بعضه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات دي ليا ام يوسف ولنا بقى علشان خاطر انا بقول بس لحبايبي اللي كل شويه يخشوا يسالوني احنا مش هنعيش واحنا مش يا ستي حدش ضامن عمره، ما قلناش لا، بس احنا بنعمل لعيالنا عشان لو ربنا افتكرنا نسيب عيالنا مستورين ويترحموا علينا. فاحنا بنعمل الحاجات دي للشتاء ورمضان 27، شتاء ورمضان 27. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وانتم معمرين، كل سنه وانتم في احسن حال ان شاء الله يا رب وراحه بال. اللهم امين. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب يا رب يا رب كل اللي في الثانويه العامه ربنا يكبر بخاطره وينجح مقصده يا رب، اللهم امين. ما تزعلوش لان الماده بتاع النهارده كان تقريبا كيمياء، انا شايفه مهازل على السوشيال ميديا، البنات والولاد كله طالع بيعيط يعني. ما تزعلوش، مش في اخر المطاف، خلوا بالكم يعني. اللي خدوا الشهادات والثانويه العامه عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه، قاعدين الشهادات حاطينها راكنينها متعلقه على الحيطان، الشهادات ما بتعملش اي حاجه. والله اللي واخدين دبلومات احسن من اللي واخدين شهادات عليا، ولا بيعملوا اي حاجه. اخرهم ايه حبايبي؟ اللي بيشتغل دليفري واللي بيشتغل سواق، فمش اخر المطاف الثانويه العامه. فحاولوا على قد ما تقدروا تهونوا وتخففوا على اولادكم، ربنا يخفف عليهم يا رب ويصلح حالهم، وربنا ان شاء الله يا رب ما يضيعش تعبهم، ربنا يكافئكم ان شاء الله. بس اللي جاي احسن ان شاء الله. سيبكم من الماده اللي عدت
ركزوا على اللي جاي وسيبوها على الله. وربنا ينجحكم ان شاء الله يا رب ويقف معاكم، اللهم امين. كلها شايفين اتفركت ازاي؟ شايفين الجمال بقى؟ شايفين القمر؟ شايفه عامله ازاي؟ القطعه اللي هي السودا دي كده كانت ايه، ملوخيتين 3 كده كانوا سود، فهين مش هفركم قوي بقى، هنزلهم كده في على المنخل. هوريكم المنخل بتاعي. انا جايبه منخل بلدي، بحب انا المنخل البلدي، ما بحبش اللي هو التاني ده. انا جايبه حتى منخولين، واحد بلدي للدقيق وواحد اللي هو ده السلك اللي بتاعنا ده البلدي ده اهو. ده المنخول البلدي اللي بيتباع في السوق، ما بحبش التاني، بحب ده جميل ما شاء الله عليه، بيبقى حلو. سامعين البتاع دي اللي كانت فيها دي ايه، ملوخيه من بدري اهي. هتعملي ايه؟ همسك كله ده كده اهو، يما بس ده كده على جنب علشان ندخل بقى دي هنا كده ونكرمها. نكرمها ان هي بنطلع منها كل العفش اللي فيها ده عشان تبقى على الطبيخ على طول اهو. بصي هي الكميه مش هتبقى كتيره يعني، بس ايه، كل ما ربنا يصلح حالك كده ويرزقك كده وتنزلي السوق، الجو حر انا عارفه محدش بيقدر ينزل كتير في السوق، كل ما تنزلي هاتيلك بكيلو 2 كيلو كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نملي كله كده عشان ندخل بقى على نظافه اهو، عشان ما يبقاش معانا حاجه تحت. هي ما فيهاش تراب خالص، انا بقول لك اهو، اوعي تشتريها من السوق. انا كنت زمان كنت بكسل اعملها في بدايه جوازي يعني، كنت بكسل اعملها. اقول لا ده انا شيلها العبد ولا تربيته، ده انا بجيب كميه كبيره وفي الاخر ما بتطلعش حبه ايه الكتر اللي انا عايزاها. لا بطلت بصراحه وبقيت انا اعملها في البيت، لان انا شفت ان هم اصلا ما بيغسلوش الملوخيه. انا شفت واحده من اللي بيبيعوا، ما انا سالتها اصلا، بقول لها ممكن تقولي لي انت بتعمليها ازاي؟ انا عارفه هي طريقتها بس حبيت اعرف. راحت بقول لها ايه ده، قالت لي بقى على طريقتها بس هي ما بتغسلهاش. قلت لها ايه ده انت ما بتغسلهاش؟ قالت لي لا يا ابله ما بتتغسلش، يعني تنفع لما تتغسل. قلت يا نهار ابيض، ما بتغسليش الملوخيه، ده بتبقى في الارض وفي الطين، فهي بقى ايه لازم تتغسل. انا بالنسبه لي اي حاجه لازم تتغسل لازم. خلاص اهي شايفين بقى الجمال. استنى نركن بقى دي، تعالوا اوريكم القمر بتاعتنا. شايفين الجمال بتاعتها؟ شايفه حلوه ازاي؟ اللهم بارك. ولونها مخضر ازاي. هي الكاميرا بنت اللذينه دي ظلمها شويه، مش الكاميرا بتاعت التليفون اصلا اللي رخم، بس هي اللهم بارك حلوه. شايفين تحفه وريحتها جميله جدا يا جماعه. اول ما بشم ريحه الملوخيه الناشفه خلاص انا بقول كده رمضان والشتاء. انا بحبها جدا ساعه المغارب بقى كده، لما يبقى عندك حته بطايه كده حلوه من اللي انت مربياها ولا فرخه بلدي، وتيجي عامله بقى وشويه ملوخيه ناشفين حلوين كده، شويه رز ابيض، ويا سلام يا سلام. وهاتيلي بقى رغيفين وتعالي نعيش مع بعض مع مخلليه او بتنجانه بقى، يا سلام على الجمال. خلاص كل ده بقى ملوش اي 3 لازمه، خلاص مش عايزينه خلاص. احنا خدنا الملوخيه اللي احنا عايزينها ده، خلاص ملوش اي 3 لازمه. خلاص تعالوا نبص بقى على الملوخيه بتاعتنا اهي. دي كمان ممكن تتكرم تاني، انا كده فرقت. تكرميها تاني ازاي بقى؟ هتجيبي المنخل تاني وتيجي عايده عليها عشان تنزلي الانعم بقى منها، بس انا مش هعملها تاني دلوقتي، مش محتاجاها دلوقتي خالص. انا وقت ما اجي بقى اعمل ان شاء الله هاجي ايه هنعمها اكتر من كده. خلاص اهي شايفين الكميه، اللهم صل على النبي، مش وحشه. دي هتعمل معانا دي اكتر من 15 طبخه، لان انا ما بعملش كتير. عايزه اقول لحضراتكم شويه الصغننين دول بيملوا الحله. شايفين شويه دول يعملوا قد ايه؟ يعملوا 3 معالق 3 معالق ملوخيه اهو، يا 3 معالق يا معلقه، هما يجي لهم 3 معالق من معلقه الرز الكبير. خلاص حبايبي، كل سنه وحضراتكم طيبين. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك وتشيرها لحبايبك واصحابك، ودعوه حلوه من قلبك اهم حاجه من كل ده. ولكم بالمثل حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.